أول رد من هدير عبد الرازق على الفيديو المخل: لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. ظهرت البلوجر هدير عبد الرازق في فيديو جديد على حسابها الشخصي على منصة إنستغرام لأول مرة بعد انتشار فيديو مخل يظاهرها برفقة شخص آخر. وكشفت هدير عبد الرازق عن تفاصيل الفيديو المثير للجدل، مؤكدة أن الشخص الذي كان برفقتها هو زوجها السابق، وأنه تم الانفصال بينهما منذ عام، وأنها لا تعلم عنه شيئا في الوقت الحالي. وأضافت هدير: أنا لست كما يصورني البعض، ولا أعمل في مجال الدعارة، لا أعرف كيف انتشر هذا الفيديو أو من قام بنشره، وأنا مصدومة مثلكم بالظروف التي حدثت، وأنا هنا الآن لأنقذ سمعتي وحقوقي وحقوق عائلتي من غير الأخلاقي ما يحدث لنا. وتابعت هدير بقولها: أنا لست شخصية وحشة، والله هذا جوزي، لو كنت وحشة لمشيت في طريق الشر ورفضت دائما المخالفات الأخلاقية. وأشارت هدير إلى أنها لا ترتبط بعلاقات حرام، وأنها دائما ما تتزوج شرعا، مؤكدة أن الشخص الذي كان برفقتها في الفيديو هو زوجها. وختمت هدير بالقول: أنا هنا الآن لأنشر الحقيقة، وأرجو دعمكم ووقوفكم إلى جانبي في هذه المحنة التي نمر بها جميعا. وفي شهر مايو الماضي ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على البلوجر الشهيرة من داخل شقتها بأحد كمبونادات القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.